السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا عارفه اني ما شاركتش معكم هاد العام حلويات بزاف ديال العيد، ولكن ضغط الخدمه ما كانش كيسمح لي انني نصور كل ساعه. فاليوم غنشارك معكم ان شاء الله تزيين الصابلي، وكذلك عجينه الصابلي بالنسبه للناس اللي عاد التحقوا بالقناه، واخا انا فايته حطيتها. فنتمنى ان هاد التشكيلات ديال الصابلي ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. صراحه راهم يعني بالنسبه لهاد المده اللي بقات يعني ممكن توجدوهم لداركم ولوليداتكم لعائلتكم، علاش لا. انا خدمتهم كوموندات لبزاف ديال الناس، فقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم، وان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش باللايكات ديالكم، وطبعا الناس اللي زاروا القناه اول مره ما تنسوش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصل كل هو جديد. وان شاء الله ندوز على بركه الله. اول حاجه العجينه الصابلي. بالنسبه للعجينه هنا عندي واحد مارغرين 250 غرام. انا كنخدم كلشي في الهاشوار، ممكن تخدموا حتى في العجانه، ممكن بيديكم. المهم راكم عارفين يعني حنا ضغط الخدمه ضروري خصنا حاجه اللي كتسربي. المهم عندي 250 غرام ديال مارغرين، كاس ونص ديال سكر كلاصي، عندي واحد ساشي ديال الفانيليا، وهنايا عندي كاس ديال الزيت. هنا عندي معلقه ديال نكهه الناطا ومعلقه ديال الجليكوز. بالنسبه للجليكوز راه كيعطي واحد الدور مهم بزاف في هاد الصابلي، كيخليه يكون مقرمش ويبقى زوين مده طويله. صافي غنطحن هاد الشيء، ومن بعد عاد غادي نضيف 3 ديال البيضات ونعاود نطحنهم مزيان حتى كيندمج ليا داك الزبده مع دوك المكونات كاملين. صافي كنضيف الدقيق وكنخدم غير بالاطراف ديال الاصابع، ومن بعد كنطلق. انا ما صورت لكمش يعني فاش كنت كنخدم، كنطلقوا يعني باش ما نطولكمش الفيديو كثر، لان الطريقه باينه. كتخدموا باي مرشم كان متوفر عندكم يعني بغيتوه كتخدموا به، وكتحصلوا على الشكيلات اللي نتوما باغيين. انا مباشره غادي ندوز لكم يعني للتزيين ديال الشكيلات ديالنا على بركه الله. هنا بالنسبه للشكل الاول هانتوما كما كتشوفوا هاد الشكل زويون بزاف صراحه، مطلوب عندي، كيتطلب بزاف، ما كيديموداش نهائيا. غادي نخدم بهاد التعليكه اللي درت فيها الكونفيتير سنيده وشويه د الناباج وشويه ديال الجليكوز غادي نشد. وبالنسبه في الوسط هنايا نفس التعليكه غير ضفت لها الكاكاو والمر. صافي غادي ندهن هاد الجانب هكا كما كتشوفوا، يعني غير جانب واحد. الطريقه راه سهله. هنا عندي كاوكاو كونكاسي غنديرو في هذا الجانب هذا صافي. وغادي ناخذ هذه يعني الطرف الاخر، غادي ندير شويه من التعليكه ديالنا بهذه الطريقه هذه، وغادي نلصق. صراحه كيجي شكل زويون راقي، هانتوما كما كتشوفوا خفيف، حاجه زوينه وسهله. واخا حنا كنعرفوا كلنا الصابلي راه شويه كيشد الخدمه في الفينيسيو ديالو، ولكن بحال هكا ملي كيكون مثلا غير كيلو ولا جوج بالنسبه للناس يعني لدارهم ولا هذا راه كيكون ساهل. كاين بالنسبه لنا حنا اللي كتكون كوموندات بزاف يعني راه ضروري كتشد لك الوقت. صافي هذا كان الشكل الاول اللي شاركت معكم، كيجي صراحه زوين خفيف كما قلت لكم، راقي صراحه ومطلوب عندي بزاف بزاف، يعني بالنسبه للناس كيعجبهم بزاف كيطلبوه. ندوز على بركه الله الشكل الثاني. الشكل الثاني هذا الشكل ديال الوريضه، غادي نغطس النصف ديالو في الشوكولا البيضاء، وهانتوما كما كتشوفوا كنحط في البلاستيك الاولى وعاد كنهز البلاستيك الثانيه باش كنحيد داك الزوائد. كندير له واحد الورقه ديال الورد، وكندير له شويه ديال العقيقات، كندخلوه طبعا المجمد يشد راسو مزيان. هنا من بعد ما شد راسو كندهنو بالناباج جليكوز التعليكه ديالنا المعروفه، وكندير له الجانب الاخر فيه كاوكاو كونكاسي. هانتوما كيفاش كيجي زوين صراحه، حتى هو شكل زويون، كيجي حتى هو خفيف راقي صراحه، حتى هو كيتطلب. هانتوما الشكل النهائي من بعد ما يعني تقاد وكمل، يعني الشكل ديال الوريضه كيجي زويون حتى هو الصراحه. وندوز على بركه الله للشكل الثالث. وهنا بالنسبه للشكل الثالث انا راني فايته شاركته معكم، يعني كنديروا الشوكولا، كنديروا اللوزه، الورد، المشماش، الكركاع، وكنديروا في الليموتيف. صراحه ما صورت لكمش هذه اللقطه هذه لان فايته شاركت معكم الطريقه كيفاش كنخدموا. غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهنايا عندي التعليكه طبعا كما قلت لكم ديال ناباج جليكوز كونفيسير وسنيده، كتخدموا مزيان فوق البوطون. صافي كان هنا درت المدور كما كتشوفوا يعني الدائري. صافي كنبدا نلصق، حتى هو صراحه كيجي زوين، حتى هو تطلب لي هذا العيد بزاف، خدمته يعني بزاف، كيجي صراحه حتى في الحطه ديالو زوين.
وندوز على بركة الله للشكل الرابع. هنا عندي غنخدم بالحامض نفس التعليكه، ولكن غنضيف لها النكهه ديال الحامض. هانتوما كما كتشوفوا الشوكولا قبل راني موجداها، يعني الشوكولا البيضاء راكم عارفين يعني الحامض مع الشوكولا البيضاء كيتواتى بزاف، كيعطي واحد اللوين زويون بزاف. صافي نبدا نلصق، ولكن اهم حاجه يعني في هذه الخدمه ديال الصابلي تكونوا موجدين التزيين قبل باش ما كتعذبوش يعني في الخدمه ديالكم، كيكون كلشي ساهل. ملي كتجي تفيني يعني صافي كتكملي. هذا المهم، هاد الشكيلات اللي اقترحت عليكم اليوم نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. انا خدمتهم كوموند مع شكيلات اخرين. ما تنساوليش باللايكات، وان شاء الله نحاول نبارطاجي معكم شي فيديو اخر قبل العيد ان شاء الله.